أهلا بيكم في مطبخ سلوى جودة. أرجو الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. وتعالوا نشوف وصفة النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل يومنا عطر بذكر الله. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ سلوى جودة. يا رب تكونوا كلكم بخير وفي أحسن حال. شايفين بقى الطبق الهايل ده؟ الطبق ده حبايبي البدنجان الرومي الصغير قوي. في بدايات طلوع البدنجان بيبقى فيه بدنجان رومي صغير في السوق. ماما بقى الله يرحمها هي اللي كانت بتعمله، وبيبقى صنف جميل قوي. مقبلات جنب اي اكله كده من اكلات الزمن الجميل، بيبقى طعمه تحفه. يلا بينا بقى نشوف الطبق الهايل ده هيتعمل ازاي. معايا بقى هنا بدنجان رومي. انا وريته لكم وهو مصغر، التصوير بيكبره شويه. فجايبه بدنجان رومي، بغسله وبشيل الجزء الاخضر اللي فيه بايدي كده، بقطعه بايدي كده، بيبقى اسمه مقمع. ما بقطعش الجزء اللي فوق بالسكينه. ومعايا فلفل، برضو الفلفل طعمه جميل قوي على فكره في الوصفه دي. واجي بقى انزل بقى كده في الطاسه بشويه زيت، واقلي البدنجان بتاعي. انزل بقى بالبدنجان واحمره. هو على فكرة ما بيغيبش، يعني قلبيه كده في الزيت بسرعة كده على الاربع اتجاهات. انزل بقى كده بالبدنجان كله. وخلي بالك يا حبيبتي دايما ايد الطاسة تبقى من جوه، عشان لو في اطفال ولا في حاجة، وممكن انت ايدك برضو تتحرك كده غلط، تروح لا قدر الله يعني يحصل حاجات مش حلوة. فدايما خلي ايد الطاسة لجوه. وبقلب بقى انا البدنجان اهو، بقلبه على اربع اتجاهات عشان يستوي، عشان ده رومي. ونصيحة، حتى لو بتعملي بدنجان مفرود مقلي ومخلل، نقي البدنجانة المليانة، تكون متختخة كده شوية. الرفيع هينشف معاكي وهيبقى طعمه مش حلو خالص. الرفيع ده للبدنجان المسلوق بس. وبقلب برضو البدنجان اهو. هو تقريبا كده خلاص اتعمل اهو، اتقلى اهو، شايفينه اتحمر اهو. واشيله بقى كده بالمقصوصة. وهحط طبعا بقية بدنجان هياخد دور كمان. هو بقى تاني دور مش هيغيب زي اول دور على فكرة. واشيله بقى كده بسرعة، يتقلي واشيله. وانزل بقى مكانه بالفلفل. الفلفل يا حبايبي انا فاتحاه كده فتحة صغيرة كده، شقاه كده من الجنب بالسكينة الرفيعة. ما تحطوهوش وهو كده عشان هيفرقع. ما ينفعش نحط الفلفل من غير ما نفتحه. عامله له فتحه كده، وانا بحشي الفلفل هتشوفيها. وخلاص الفلفل ما بياخدش وقت. واطلع بقى الحاجات بتاعتي، واجي بقى اعمل الخلطه الجميله اللي هتودي الوصفه بتاعتي لمكان تاني خالص. معايا بقى هنا حوالي كده راس توم، انزل بيها. والمفروض ان انا افرمها الاول قبل ما انزل بالفلفل. ونزلت بقى بالفلفل الرومي الاحمر، وحطيت معاه قرنين فلفل حراق لان الفلفل الرومي بيبقى بارد. واطحن بقى المكونات بتاعتي في الكبة زي ما انت شايفة كده، بطحنها حلو قوي. لو ما فيش ممكن تدقيها في المدق بتاع الثوم. ويا ريت بقى ما تنسوليش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. انا كل فيديو بقول لكم لان المشاهدات عندي مش كتير. بشكر حبايبي اللي بيدخلوا ويعلقوا لي ويعملوا لي لايك. وبتمنى بقى كل حبايبي اللي بيعملوا لي مشاهدات يكتبوا لي تعليق ويعملوا لي لايك، اكون شاكره لكم جدا. وحقيقي كلكم بتشرفوني وبتنوروني في القناه. اجي بقى انزل بقى بالتوابل اللي بتاعتي. حطيت معلقه صغيره مليانه ملح، مليانه. ومعلقه كمون مليانه برضو، كله بالمعلقه الصغيره. ومعلقه كزبره. وحطيت معلقتين هريسه شطه. عندك ما عندكيش خلاص. هو كده كده الفلفل الحراق
حي يعني هيخليها حامية. وعصرت ليمونة كبيرة، يعني لو مش كبيرة اعصري ليمونتين، لان هي دي يعني التكات اللي هتظبط لي الوصفة. وبنزل بخل، حبة خل حلوين، يعني مش هقولك معلقة ولا اتنين، لا اقل من ربع كوباية كده بشوية. وانت بتعملي بقى كده دوقي، عشان هو ده اللي هيحيقلي البدنجان. وبعدين البدنجان الرومي بيبقى يعني مليان، فضروري ايه نظبط الحياء بتاعه. وادي بقى الخضار بتاعي لما اتقلى اهو. وانا ما قلتلكيش البدنجان اعمليه على نار متوسطة عشان يستوي. لو عليتي النار هيتحرق وهيبقى ني من جوه. فاول ما يسخن كده خلي النار متوسطة او اقل شوية عشان يستوي. واجي بقى انا فتحت البدنجان بالسكينة الرفيعة برضو، وابتدي بقى ايه احشي بقى ايه الخضار الجميل بتاعي ده. مش قادرة اقول لكم الوصفة دي على فكرة جميلة قوي. جنب اي حاجة، جنب اي حاجة في البيت، احنا في غلا دلوقتي وبنعمل اي حاجة نقضي بيها يوم. والله مش قادرة اقول لكم انا يومها يعني عملت جنبه كده شوية ملوخية ناشفة على حبة شوربة كانوا عندي، وكانت وصفة وغدوة في منتهى الجمال. وعجبت ولادي قوي. انتوا عارفين الولاد بيبقوا انفين، والله الاكلة دي عجبتهم قوي. نيجي بقى ايه، انا حشيت الفلفل اهو. بس انا كنت شق طولي كده طويل اهو، شايفة قد ايه اهو. بصوا فتحة طويلة اهي بالسكينة رفيعة. واحشيه برضو على فكرة الفلفل في الوصفة دي طعمه جميل قوي. وقبل كده انا عملت لكم البدنجان المسلوق، بس في فرق في الطعم، يعني ده غير ده، عشان ما تقوليش إيه انت عاملاه قبل كده. وفاض معايا شويه حشو. جبت بقى الطماطم فتحتها رقتين، فتحتين ها. فتحتها كده مرتين وحشيتها، بس هو الحشو مش باين عشان احمر، لو فلفل اخضر كان هيبان اكتر. وبرده بيبقى طعمها جميل قوي، بجد طعمها هيعجبكم قوي. واحده تاني. انا بقى هعمل، ولو فاض معاكي حشو حطيه في كيس صغير كده واكتبي عليه، وحطيه في الفريزر في اي وقت تطلعيه، ما ترميش اي حاجه. انا ما برميش اي حاجه بالامان، احنا يعني الدنيا غاليه وكل حاجه احنا اولى بيها. شايفه بقى منظر الطبق الجميل ده عامل ازاي؟ بجد الوصفه دي هتعجبك قوي قوي قوي. يلا اعمليها بقى كده في اول الصيف في اوان البدنجان الصغير، واعمليها جنب اي اكله شعبيه من اكلات الزمن الجميل. واكتبوا لي رايكم في التعليقات. استودعكم الله واشوفكم على خير في وصفه جديده من مطبخ سلوى جوده.